يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ عاملة معاكم النهاردة غدوة كل العناصر الغذائية موجودة في طبق واحد. البروتين اللي هو اللحمة، والنشويات اللي هو الرز، ومعانا هنا خضار، كوسة وجزر وفلفل أصفر وفلفل أحمر، وطبعا أساسي معانا البصل. يعني وجبة متكاملة زي ما بيقولوا، وكل ده وفي حلة واحدة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا في حلة سخنة هحط معلقة زيت ومعلقة زبدة، خلاص يسيحوا كده. هنزل عليهم ببصلاية متقطعة شرايح اهو، تمام. عايزة تصغري البصل عن كده صغريه شوية. هشوحه يا دوبك يدبل كده شوية، وهنزل بقى عليه بالخضار، الكوسة والجزر. انا عندي مقطعاهم شرايح رفيعة كده، مش مقشرة الكوسة، انا بس عاملاها كده بالمقوار كشكل، والجزر مقشراه ومقطعاه نفس الطريقة دي بالظبط كده. هشوحهم برضو تشويحة كويسة. هنزل بالتوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل وسنة كاري صغيرة و7 بهارات، برضو من كل معلقة حاجة صغيرة. هشوح بقى واحط قرن فلفل حامي بيدي تست حلو جدا. بعد ما شوحتهم بقى وريحتهم الحلوة طلعت، نزلت بمكعبات اللحمة، انا سلقاها يعني 80%، وهسيبهم كده يا دوبك، بس عايزة الخضار يدبل شوية ويستوي معايا قبل ما انزل بالرز. وخلاص استوى يعني شبه 90% تقريبا. هنزل بقى عليهم بالرز البسمتي. عايزة رز مصري حطي رز مصري عادي خالص، غسلاه ومصفية طبعا. هقلبه بقى كويس مع الخضار، وهنزل بقى بالمية المغلية بتاعتي، وهنزل بآخر حاجة الفلفل. أنا مش عايزة الفلفل يبقى دبلان معايا قوي أهو، تمام كده. هقلب بقى تقليبة، وهنا انا شلت اللحمة عشان كانت مستوية معايا على الاخر، فشلتها لحد ما الرز يتشرب خالص، واجي اوطي عليه هروح حاطة بقى اللحمة اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الرز اتشرب اهو، هوطي بقى عليه النار خالص لحد ما يستوي. واستوى وطلع زي الفل، شايفين مفلفل ازاي؟ خطير، وريحته بقى تحفة. يلا بقى هغرفه معاكم، وزي ما قلتلكوا كله في حلة واحدة. ما تعبتش نفسي بقى، ولا مواعين كتير، ولا حلل كتير، ولا وقفة كتير اهو. شايفين بقى ريحته خطيرة يا جماعة. ويا رب تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. لايك وشير.